هاي ازيكم. انا النهارده هنتكلم عن موضوع كبير وجديد. هو بنات شمال، وانا عارف الموضوع ده اكيد حد هرب فيه قبليه، بس انا قلت اتكلم فيه عشان هو مهم وهعرف اتكلم فيه. وكمان انا يعني ما شاء الله جبت صحابي كتير وعرفت منهم بقى عن اسرار البنات شمال، ومحضر مواضيع كتير قوي فيه وافكار كتير، فهنتكلم بقى. يعني ايه بنت شمال؟ البنت الشمال دي هي البنت اللي مش متربية، اللي ما عندهاش حدود في التعامل مع الناس، اللي تقل أدبها، تعلي صوتها، طريقة كلامها، نظراتها، ضحكتها. ما بتصحى كتير قوي، بيقل أدبهم مع الناس كده، يعني بتبان أوي البنت الشمال. فأنا كنت هتكلم عن بنت شمال في اللبس. انت ممكن تلاقي مثلا اللبس مش معيار في إن بنت شمال، مش معيار. انت ممكن تلاقي مثلا بنت عندها كل المواصفات، بس اللي هي تبقى شمال يعني، بس لبسها واسع مثلا، لبسها كويس، حجمها عندها قفشنها في البيت مثلا انها تلبس واسع، او تلبس جيب بس هي من جوه شمال. طريقة تعاملها مع الناس شمال، ضحكتها وصوتها عالي، الميك اب اللي بتحطه مثلا بيدل انها شمال، حتى لو كانوا هم مثلا قافشين عندها في البيت. ده اللبس. وكمان في انواع لبس، مثلا في بنات مثلا بتلبس الليجنز مثلا. الليجنز انا بالنسبه لي البنت اللي تلبس ليجنز دي شمال، دي بالنسبه لي. وبالنسبه للولاد كتير اوي كده. والميك اب الزياده مثلا، الميك اب اصلا المفروض ما يتحطش كتير، او بنت مثلا ممكن تغير من صاحبتها وتحط ميك اب اكتر عشان التانية شايفة ان صاحبتها دي ولاد بتبص عليها. فده موضوع برضو الميك اب. طريقة الكلام، بنت مثلا ممكن طريقة كلامها مع الناس انت تستحقريها من طريقة الكلام، مثلا تلاقيها على طول بتتكلم طريقة كلامها، ترمي كلمة كده مثلا او كده، ما مش حلوة يعني. ترمي كلمة كده تعرف على طول اللي هي قصدها مش كويس، او شمال حتى. نظراتها مثلا، بنبص للولاد مثلا نظرات مش كويسة، بتبص لاصحابها نظرات مش كويسة، مش نظرات كويسة لا استحقار وكده، لأ يعني بت بتنزل بتبص للولاد مثلا بنظرة اعجاب. ده مش هينفع يعني، عشان هي كده بنت شمال. صوتها عالي. والضحكة برضو، الضحكة بتبقى عنصر اساسي في الشمال. ضحكتها بتبقى صوتها عالي. مثلا تبقى في مكان زي الكلية وضحكتها تسمع على الناس اللي فوق، اللي هي مثلا واقفة تحت، تسمع دورين تلاتة، وصوتها يبقى عالي وضحكتها تبقى اعلى. وتهزر مع وبتعاكس الولاد، برضه مظهر من بنت الشمال. بتعاكس الولاد، في بنات بتعاكس ولاد. ومش هقولك حصلت معايا، انا حصلت مع صحابي كتير، وانا حصلت معايا مرة بس. الكلام ده كان مش من قريب يعني. ده برضو موضوع كبير، موضوع مهم برضو في الشمال، اللي هي بتعاكس ولاد. الهزار بالايد، تضرب مثلا ولد بايديها، تدي فرصة ان هي تضرب ولد بايديها، فهو بالتالي هيضربها بايده، فتهزر مع بعض، يفضلوا يشدوا مع بعض، كل ده بهزار ماشي، بس من جوه من جوه شمال. ده مش كده، مش طبع ان هي شمال. الهزار مع الولد بايديها وتضربه. والارتباط، يعني انا مثلا بنت اعجبت بيها، قلت لها وكانت ترتبية اتوافقت. مسكت دي اول يوم ما عملتش حاجه، بنت مكسوفه. تاني يوم مسكت ايديها. تالت يوم بقيت ماسك ايديها على طول، على طول اروح اصرف عليها، اجيب لها مش عارف ايه. مسكت ايديها. الناس عرفت ان هي بتاعت انا، وما فيش حد يقدر يمسك يعني، محدش يعني يكلمها غيري. بتاعت واحد بس. تمشي في الكلية او تمشي مثلا في اي حتة برا، لا دي بتاعته تبعه، ومفيش حاجة اسمها دي تبعه يعني. ازاي مش ازاي اصلا بنت تدي فرصة ان حد يقول لا دي بتاعت كذا؟ واول يوم بعد كده انا اديتها على قفاها، انا ما بحبهاش اصلا، بس انا عشان هي شمال ومش عارف ايه. فهي كانت محترمة. انا كده بديت، انا كده سبتها شمال ايديها، مسكت ايديها وسبت الموضوع بعديها، وبقيت هي كده بقت شمال. والناس بقت معروفة ان هي بتاعت واحد بس، ولحد دلوقتي الناس فاكرة ان هي بتاعت واحد، دي كده شمال. انا كده خدتها محترمة، سبتها شمال. هي بقى ان هي ارتبطت بواحد متعرفوش مثلا، او ما
ما يعني مش اقول لكم ازاي، مش فاهم، مش عارف اوصلها لكم. انها ارتبطت بواحد وسلمته لنفسها، ومسك ايديها يوم تاني يوم عمل حاجة تانية كده، كانت حاولت لي بقت شمال. ايه تاني؟ اه، إيه مثلا تروح سلنترو مثلا او اي كافيه، مش سلنترو، اي كافيه في شارع شبرا في وسط البلد، مصر الجديدة، اي حاجة، هتلاقي البنت قاعدة، في ايديها سيجار، تشرب السيجارة، تطلب شيشة، تشرب الشيشة، وعادي بالنسبة لها، وجنبها خروف قاعد جنبها كده، خروف قاعد، ولا كيس جوافة، وعادي قشطة يشرب معاها، مش عارف ما دام هي شمال، والموضوع ده عاجبه، يعني الموضوع ده مش وحش بالنسبة له. تشرب سجاير ماشي، تشرب شيشة دايسة، تعمل تشتم عادي. ايه تاني؟ مم، اه موضوع ممكن يزعل اي حد، ممكن يزعل الناس، والناس تاخد عني فكرة مش كويس، بس هو بيحصل للأسف يعني. ان مثلا بنت تكون عندها، تكون مثلا موهومة في اللي قدامها ان ده هيتجوزها، حبيبها، هيتجوزها، بيصرف عليها، ده اللي هي عايزاه، ما فيش حاجة، يخرجوا هو اللي يدفع، يعتبر متبنها، وهي في دماغها ان هو بيعمل كده عشان بيحبها، او انه هيعمل كده يتجوزها. فبناء على اللي هي التفكير اللي هي بتفكره ده، يروح متطور معاه في العلاقة شوية، هيعمل بقى اللي هو يعمله، بس هي شمال، وكل ده في دماغها انها تتجوزه، بس ده مش صح يعني، اكيد مش هيتجوزها هو عمل معاه كده، سواء مسك ايديها بس اي حاجة whatever يعني. ده برضه موضوع آه، اللي ايه بيقلدوا. اه، موضوع برضه انتشر، ان مثلا بنت نازلة من بيتها، ابوها وامها مثلا عارفين ان هي بتلبس اسدال، بتلبس جلابية، تلبس الجلابية عادي، تحت الجلابية تلبس لبس خروج، تخش الجامعة، أو توصل للجامعة تغير هدومها، تقلع هدومها، تلبس اللبس اللي هي كانت لابساه. ده موضوع برضه. تحط ميك اب في الكلية، ده مش كويس. تحط ميك اب في الكلية، ده موضوع وحش برضه. الشتيمة، يعني أنا بالنسبة أي بنت تشتم شمال، أي بنت تشتم شمال، يجي حد جنبها بين قوسين كده شمال. انت ازاي تدي فرصة لنفسك اصلا تشتمي؟ مش عارف، ده اذا كان الولاد لما بتشتم مش عارف مش كويسين ليهم، انت بنت، مفروض يعني بنات مفروض عندها خجل يعني، مفروض يعني، وتتكسف، بنت بالرقة، مفروض ده معروفة، تروح انت تشتمي وتسبي، وتشتمي شتايم مش كويسة كمان، وعن قصد، مش غصب عنك، تشتمي، وتشتمي على النت، يعني انت بتقري كلام بتكتبيه، مش هنقول مثلا دي زلة لسان ولا حاجة، لا بتقري كلام بتكتبيه، تروح تشتمي. الموضوع ده منتشر على تويتر بزيادة، وعلى اسك برضو، على اسك كله بيشتم، وبنات صغيرين 14 سنة، 13، 15، ولسانهم اطول منهم، وما عندهمش اي نوع من الادب والاحترام، وهم شمال. وممكن مثلا ولاد مش على البيت يعني، هي البنت اللي عايزة كده، يعني ممكن مثلا في البيت يقفشوا عليها في اللبس، بس هي من جوه عندها قابلية اللي هي تبقى شمال، هي بتغير في الكلية. ميك اب مثلا عندها قابلية برضو تغير في المكان اللي هي خارجة فيه. ده موضوع برضو محورش الشتيمة، ده موضوع برضو شمال كبير. ولاحظت برضو ان في الفترة الأخيرة دي بنات شمال زادوا في مصر، زادوا بطريقة فظيعة. برضو من مواصفات البنت الشمال الماشية، ماشية بتدل اللي هي بنت مش مظبوطة، فيها حاجة، ماشية غلط، وماشية مستفزة. آم، ماشية مهم برضه. بنت، حوار الشتيمة ده اللي مضايقنا اوي، ازاي بنت
البنت اللي تتعاكس وترد على اللي بيعاكسها. يعني انت اتعاكستي، امشي باحترام ما ترديش عليه. لا، لا، ازاي؟ لازم البنت ايه، هي في دماغها لازم اثبت له ان انا بنت محترمه، ان انا ما بتعكسش. وتروح هي دابه فيه وتشرشح له في الشارع وتشتمه، وشكلها يبقى وحش والناس تستحقرها، تقول لي هي مهزأة. مش مهزأة عشان اتعكست، لا، مهزأة عشان ردت عليه باسلوب مش كويس، وهي اصلا ادت لنفسها الفرصه دي. ده كان موضوع بنات الشمال. واكيد برضه في حاجات كتير انا ما غطيتهاش وما قلتهاش، عشان الموضوع ده كبير مش صغير. البنات لازم تحترم نفسها عشان ما تهزقش نفسها. وفي الاخر البنت تيجي تقول بيعاملوني وحش، مفكرني قلة الادب. هو مش مفكرني قلة الادب، انت فعلا قلة الادب يا شمال. البنات الشمال مش محتاجين، المفروض ملهمش ان يتكلموا. هم مشكلة اللي هم عارفين ان هم شمال. بنت تصاحب 50 واحد وتيجي تقول لك ده انا محترم، ازاي بتكلموا عليا كده؟ ده انا ما بحبش حد، انا بحب ان كل الناس كلها ومحبوبة ومش عارف ايه. ازاي يقول عليا شمال؟ انا طول عمري محترم، انا طول عمري ما بعملش حاجة غلط. لا، بتعمل حاجة، اكيد بتعمل حاجة غلط يعني. وارحمينا، المجتمع مش ناقص، مش ناقص بنات شمال. يلا، يلا، ده كفاية، ده الموضوع بتاع النهاردة. هو مش هيعدي ربع ساعة، عشان امبارح كنت لايف المايك باظ وحصل حاجات كتير. يلا، ان شاء الله اتكلم في حاجة احسن المرة الجاية. وسيبوا كومنت مسج على على اللينك، واكتبوا فيه رأيكم في الحلقة. يلا، باي. كل سنة طيبين عشان رمضان، عشان العيد.